والحقيقة إن زي ما بقول لكم كده الكتاب فيه تقديمة آراء كتيرة عن الكتاب ومضمونه. لكن أنا عجبني جزء مهم جدا عايز أقرأه لكم. من العجيب أن يتهم ميكافيلي بذلك، وهو الذي قضى أيام شبابه وكهولته في خدمة أهل وطنه والسعي في تأسيس بناء العدل ليعيشوا في ظله. إنما كتب ميكافيلي ما كتب ليدلل للناس على مواطن الغدر، ليفطنوا إلى صنوف الخداع فيما يدبر ضدهم وما يدس لهم من الدسائس. ولو أن الناس قدروا قوله حق قدره وأعاروه آرائهم، ما تمكن أحد من إيذائهم. فمن الغبن والأمر ما ذكرت أن يعود اللائمون باللائمة على ميكافيلي، لأن كلامه ذهب صرخة في واد ونفخة في رماد، والعاقل لا يرى عتبا على قائل إذا ذهب قوله في الريح. إيه رأيكم؟ الكتاب أنا شايف إنه مهم جدا بأي صورة بقى إحنا عايزين نشوفها. عايزين نشوف إن هو كتبه محاباة في الأمير، أو كتبه علشان يتملق صاحب السلطة، أو كتبه علشان يوعي العامة. هنتناقش في الموضوع دوت مع بعض، بس أنا شايف إن ده كتاب مهم. هخلص قراية وهلخصه لكم ونبتدي على طول. بس حبيت أقول لكم إن أنا شغال مش ساكت. يومكم زي الفل.